وصف أم معبد كما ورد في سيرة ابن هشام: عندما طلب أبو معبد من زوجته أن تصف له النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته قائلة: قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينه دعش، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، في عنقه سطع، أحور، أكحل، أزج، أكرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، ربعة لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.